جالنا أسئلة مهمة جدًا ومنهم سؤالين بيتكرروا معانا دايمًا. أول سؤال إزاي أضمن إن المشروع هيتسلم في الميعاد؟ وتاني سؤال إيه أهم حاجة أبُص عليها قبل ما أمضي العقد؟ خلّيني أقول لك الحقيقة بصراحة، السوق العقاري مش مجرد سباق سعر، السوق العقاري سباق أمان، ناس كتيرة بتدخل على سعر المتر والمقدم كام والقسط كام، ولكن العميل الذكي بيدوّر على حاجة أهم من ده كله بكتير، هل المشروع ده فعلًا هيتسلم في ميعاده؟ هل العقد بيحميني والّا بيحمي المطوّر؟ خلّيني أمشي معاك خطوة بخطوة، هل المشروع ده عنده القدرة إنه يتسلّم في ميعاده؟ التسليم في الميعاد مش قرار بياخده المطوّر قبل ميعاد التسليم بشهرين، ده قرار بيتاخد من بدري أوي، لازم تبُص على 5 نقاط أساسية، 1 موقف الأرض والمرافق، هل الأرض واصل لها مرافق بالكامل كهربا، مَيّة، صرف، غاز، وكمان حواليها شبكة طرق؟ في مشاريع كتيرة بتتأخّر مش بسبب البُنا بس، ده كمان بتتأخّر بسبب إنه ما عندهاش مرافق. المشروع اللي بيبدأ على أرض جاهزة فرصته في الالتزام بتكون أعلى بكتير. تاني حاجة رخصة البُنا، هل المشروع خَد قرار وزاري وواخد رخصة كاملة والّا لسه في إجراءات لم تُكتمل بعد؟ المشروع اللي خلّص رخصته وأوراقه بيبدأ تنفيذ فورًا، ولكن المشروع اللي بيعتمد على الموافقات اللي هتيجي مستقبلية ده بيكون مُعرّض للتأخير بسبب الإجراءات بنسبة كبيرة. تالت حاجة تنفيذ فعلي ولا كلام على ورق، في فرق كبير طبعًا بين المشروع اللي بدأ التنفيذ الفعلي على أرض الواقع والمشروع اللي لسه بيبيع مجرد إعلانات وصور على ورق. العميل الذكي بيطلب الصور الحقيقية من أرض الواقع مش مجرد كتالوجات وصور وفيديوهات بتتعرض له لسه على ورق. رابع حاجة تاريخ المطور، ليه كم مشروع اتسلم فعليا؟ هل عنده مشاريع اتأخرت قبل كده؟ وإيه سمعته في السوق؟ في العقار سمعة المطور أهم من أي إعلان حلو، الإعلان بيخليك تحلم بس التنفيذ هو اللي بيطمنك. خامس حاجة خطة التنفيذ الفعلية، مش مهم بس كتابة التسليم بعد 4 سنين في العقد، المهم هل المشروع بدأ بالفعل؟ هل في عمالة شغالة بالفعل؟ في مراحل بتتسلم فعلا؟ المشاريع اللي بتتسلم على مراحل بتكون أأمن من المشاريع اللي بتتسلم مرة واحدة بعد سنين طويلة. تاني حاجة موضوع العقد وإيه أهم بنود لازم تبص عليها قبل ما تمضي العقد. أول نقطة موعد التسليم مكتوب وغرامات التأخير، اسأل بوضوح لو المطور اتأخر هتعوضني ازاي؟ هل في غرامة تأخير واضحة وكمان بنسبة محددة ولا بند مفتوح يعني مش محدد؟ العقد القوي هو اللي بيحميك انت الأول. تاني نقطة المساحة الصافية ونسبة التحميل، ما تركزش على المساحة الإجمالية بس، اسأل على المساحة الصافية داخل الوحدة ونسبة التحميل كام والأجزاء المشتركة أو الخدمات المشتركة علشان ما تجيش في الآخر وتتفاجئ المساحة الفعلية أو الصافية أقل بكتير من اللي أنت متوقعها. تالت نقطة الصيانة والإدارة بعد الاستلام، كم نسبة الصيانة من الوحدة؟ هل فيها زيادة سنوية؟ ومين الشركة المسؤولة عن الإدارة؟ الصيانة ممكن تتحول لعبء مالي كبير لو هي مش واضحة ومحددة من الأول. رابع نقطة خطة السداد بالكامل، اقرا العقد كويس جدا جدا واسأل على أي رسوم إدارية وأي فوائد وغرامات، الدفعات المرتبطة بمراحل البناء، المفاجآت المالية أسوأ حاجة ممكن تحصل للمشتري. وأهم نصيحة أقولها لك ما تسألش بس هل المشروع هيتسلم في ميعاده، اسأل هل المشروع عنده القدرة إنه يتسلم في الميعاد ده وهل العقد يحميني لو حصل تأخير. العقار مش مجرد وحدة، العقار التزام سنين. العميل الذكي مش بيمضي تحت ضغط، العميل الذكي بيمضي هو فاهم كل بند في العقد بتاعه